اهلا وسهلا بحضراتكم. مبروك لمنتخب مصر الفوز على منتخب جيبوتي. بس عايز اقول حاجه للناس اللي بتتفرج على كوره، لو انا والمجموعه اللي بنلعب مع بعض خماسي كده في السن ده رحنا لعبنا منتخب جيبوتي هنكسب. مصر وقعت في اضعف مجموعه ممكن تقابلها في تصفيات كاس العالم. يعني مصر لو حبت تخرج تخسر نفسها من التصفيات دي مش هتعرف. يعني لو جبت اي لعيبه كده من اي مركز شباب او من اي مجموعه بيلعبوا مع بعض ونزلتهم في التصفيات دي هيوصلوا كاس العالم باي مدرب، مش روي فيتوريا بقى ولا اي مدرب ياخد بالدولار، ولا باي مدرب هيوصلوا كاس عالم هيوصلوا كاس عالم. النقطة الثانية اللي عايز اتكلم فيها هي عدم حضور الجماهير لمباريات منتخب مصر، وارد على كابتن محمد صلاح وكابتن النني، لان الشخص اللي بيدير الكورة في مصر بياخد تعليماته وتوجهاته من شخص كاره للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. الدليل على كده الرسالة اللي بيوصلها للعيبة ان اللي هيروح النادي الاهلي مش هيشترك في المنتخب، ولو تم اختياره في المنتخب مش هيشترك في المباريات. لعيب زي امام عاشور ده ممكن تتخيل ان هو ممكن احسن لاعب خط وسط في مصر ممكن يقعد دكة؟ مش ممكن. بس ده رساله لكل اللعيبه، هتروح الاهلي هيتقرص ودنك، مش هتخش من المنتخب تاني. فاكرين لما اللي كان بيوديهم التوجيهات الاول، لما كان عبد الله السعيد راح بيراميدز كان اول واحد يختار في المنتخب عبد الله السعيد، تاني واحد رمضان صبحي، وبعد كده يجي بقيه اللعيبه. دلوقتي مصطفى فتحي، وبعدين لولا المنام عبد الله السعيد عنده 39 سنه 38 كانوا كتبوه برضه في المنتخب. وبعدين بيبرروا عدم اختيارهم لعبد الله السعيد ان الراجل بينزل بمستوى الاعمار السنيه. يعني بيقول له احنا اسفين، معلش احنا ما خدناش عبد الله السعيد المره دي عشان كده. فاهمين الكوره بتدار ازاي؟ فاهمين المسؤول على اللي بيدير الكوره بياخد تعليماته من مين؟ فلازم الناس تفهم وتعرف الحقيقه ان الاهلي بيتحارب ولاعيبه الاهلي بتتحارب وجماهير الاهلي بتتحارب بواسطه شخص هو يهمه ان النادي الاهلي ما يحققش انجازات اكتر من كده. يعني هو مش عايز الاهلي يحقق انجازات اكتر من اللي حققها. فانا عايز اقول للمسؤولين عن الكوره في مصر، اقول لهم ايه؟ هو ما فيش حد مسؤول عن الكوره في مصر.